تخيل كده لو يكون سبب موتك انك شخص متفوق، وده اللي هنشوفه في موضوع فيلمنا النهارده. بيبدأ الفيلم مع انا وهي جوه مدرسة وحواليها ديسكات بتتحرق، وبيظهر لها شبح صاحبتها اللي ماتت وبيهجم عليها. فجأة بتصحى وبتكتشف انها كانت نايمة وبتحلم. وتاني يوم بتكون الطلبة عندهم امتحان، وبيجي طالب اسمه بيوم وبيسمع همسات حواليه. بعدها بيظهر له شبح في ورقة الامتحان، فبيصرخ بيوم بصوت عالي وبيقع من على الكرسي. وبيروح له المراقب علشان يطمن عليه، وبيلاحظ خرابيش في ايده، وبيقول له بيوم ان الشبح هي اللي عملت كده. بعد كده بيكون في اجتماع للمدير مع المدرسين، وبيقول لهم ان في مسابقة وهيشترك فيها المتفوقين. وتاني يوم بتظهر نتيجة الامتحانات، وبتقف الطلاب تشوف النتيجة على الشاشة. وبيشوف بيوم شبح جنب أنا، وبيدخل جواها، فبيهجم بيوم على أنا وبيخنقها، وبتمسكه الطلاب لحد ما بتيجي الإسعاف وبتاخده. وبالليل بيكون حارس الأمن بيلف في المدرسة، وبيشوف بيوم وهو مستخبي وبيرتعش وإيده مليانة دم، وبيلاقي جثة بنت جنبه. وتاني يوم بتكون المدرسة فاضية، مفيهاش غير مجموعة الطلبة اللي اختاروهم علشان المسابقة. وبيلم منهم المدرس التليفونات علشان يركزوا مفيش حاجة تشغلهم. وبينزل يون ومعاه التليفونات علشان يحطها في أوضة المدرسين. لكن فجأة وهو نازل على السلم بيسمع حد بينادي عليه، ولما بيروح علشان يشوف مين بتقع على دماغه حاجة، وبيجي مجهول وبيربط رجليه وبيسحبه وهو بيصرخ، وما بيقدرش يوصل لأي تليفون ينقذه. وفي نفس الوقت ده بتكون باقي الطلبة في الفصل بيتفرجوا على فيديوهات تعليمية. بس فجأة بتظهر لهم على الشاشة صاحبتهم وهي محبوسة في حوض سمك وبتصرخ. وعلى جدار الحوض بيكون مكتوب معادلة رياضية، وبيسمعوا صوت واحد بيقول لهم علشان تنقذوا صاحبتكم لازم تحلوا المعادلة. ويبدأ الحوض يتملى بالمية، وبيحاول المدرسين انهم يتصلوا بالشرطة، لكن الخطوط كلها بتكون مقطوعة، ده غير الموبايلات اللي راحت مع يون. وبكده ما بيكونش عندهم اي وسيلة اتصال. وفي الوقت ده بتصرخ واحدة من الطالبات لان زميلتها بتكون بتغرق وبتموت قدامها. بيقرر واحد من المدرسين انه يخرج بره المدرسة ويتصل بالشرطة، وبتقرر الطلبة كلهم انهم يخرجوا معاه بره المدرسة. وبيحاول المدرس انه يمنعهم وبيفكرهم بكلام السفاح عن اللي قاله لو حد فكر يهرب بره المدرسة. واول ما بيوصلوا لباب المدرسة بيلاقوا المدرس اللي كان عايز يخرج من المدرسة غرقان في دمه. يسمعوا صوت السفاح بيقول لهم انا حذرتكم قبل كده، ولو عايزين تعرفوا سبب اللي بيحصل لازم تحلوا الاسئلة. بعدها بيسمعوا صوت يون وهو بيتعذب، وبيسألوا السفاح انت هنا ليه، وبيقول له يون الجشع. وبيطلب منهم السفاح انهم يروحوا لصالة الالعاب ويدوروا على كلمة جشع. بيكون يون لسه محبوس وبيتعذب، وبيسقط عليه الشمع اللي بيتحرق. واول ما كانوا خلاص هيوصلوا لاجابة السؤال وينقذوا زميلهم بيتفاجئوا بجثة يون بتقع عليهم. وبيختفي واحد زميلهم تاني، وبتجري واحدة من الطلبة على الكمبيوتر وبيجي لها فكرة، وهي ان السفاح بيخلص من المجموعة المتفوقة بحسب ترتيبهم في الاوائل. وده لانه خلص على يونج اللي كانت في المركز الاول، بعدها يون اللي كان في المركز التاني، ودلوقتي اختفى جي زميلهم اللي في المركز التالت، وبعدها يختفي الرابع والخامس وهكذا. وتقريبا بيكون ده جزاء اللي بيتفوق في الزمن ده. يفضلوا يدوروا على زميلهم جي اللي اختفى لكن من غير فايدة. وهنا بيظهر لهم السؤال واللي بيكون عبارة عن أرقام وحروف، ومطلوب منهم يعملوا جملة هتبقى هي كلمة السر علشان يفتحوا بيها الكمبيوتر. ولما بيوصلوا للكلمة وبيفتحوا الكمبيوتر بتظهر لهم صورة جي وهو ميت. بعدها بيسمعوا صوت السفاح وهو بيقول لهم على السؤال الجديد بعد ما خطف بنت منهم. وبتروح مدرسة ومعاها ولد وبنت علشان يحلوا السؤال، وبيطلب المدرس من الباقي انهم يستنوا مع بعض علشان محدش تاني يتخطف. وبيروح المدرس علشان يدور على السفاح ويقتله. وتكون البنت جوه غسالة وبيشغلها السفاح والبنت جواها. وبتقدر المدرسة واللي معاها انهم يحلوا السؤال. يلاقوا المدرس بعد ما بيكون ظهر له السفاح بس هرب قبل ما يقدر يمسكه، وبيلاقوا جثة البنت في الغسالة. وبيمشوا كلهم ورا الأسلاك الرئيسية اللي خارجة من أوضة المراقبة، وبتكون موصلة الصوت للمدرسة كلها، لحد ما بيلاقوا قدامهم بيوم اللي اتجنن وأخدته الإسعاف وبيهجم على أنا وبيحاول إنه يقتلها، لكن زميلهم بيقف قدامه بيموت بدلها. وبيقول المدرس كيم لبيوم أنت السفاح اللي كنت بتعمل فينا كده، وبينزل عليه ضرب وبيموته. بعدها بيسمعوا صوت ميونج زميلتهم اللي اتخطفت، ولما بيوصلوا الأوضة اللي محبوسة فيها بيلاقوا عليها سؤال لازم يحلوه علشان الأوضة تتفتح. وفعلا بيقدروا انهم يحلوا السؤال، وبيتفتح باب الأوضة وبتكون ميونج لسه عايشة. لكن فجأة بتتسحب لسقف الأوضة وبيشوفوا المجرم واللي بتكون واحدة ست. بعدها بتسيب ميونج تقع علشان تتهبد على الأرض وتموت.
وبيطلع كيم المدرس بسرعة ورا المجرمة وفعلا بيقدر انه يمسكها وبيقتلها. بيركزوا في شكل الست المجرمة بيكتشفوا انها ام جيون، وبتعمل الاهل عزل كل اللي ماتوا بعد ما قدروا انهم يقتلوا المجرمة. لكن فجأة بيظهر مجهول وبيخطف انا ودي الوحيدة اللي فضلت من الطلبة المتفوقين عايشة، وبيقول لهم المجرم دلوقتي انتوا حاسين نفس احساسي لما بنتي جيون ماتت. الوقت ده بيشم الكل ريحة غاز وبيقول لهم المجرم انهم لازم يحلوا السؤال الاخير، وبيشغل لهم فيديو بيوضح موت بنته. وما بيكونش شكل المجرم واضح بس بيكون لابس سلسلة على شكل دب، وبيطلب منهم ان المجرم يخرج من وسطهم ويسلم له نفسه والا الكل هيموت بسببه. وبيتضح ان المجرم المدرس كيم اللي كان اخد رشاوي من اهالي الطلبة علشان يرفع نتائج ولادهم. ولما شافته جيون قالت له انها مش هتقول لحد بشرط انه يرفع درجاتها هي كمان، وقالت له انها محتاجة الدرجات علشان تحصل على منحة. بس كيم قال لها انه مش هيقدر ينفذ طلبها ويرفع درجاتها. اديته جيون انها تفضح امره عند المدير، وبيهجم كين على جيون وبيقتلها، وبيشوف بيوم الطالب اللي اتجنن كل اللي بيحصل. وجوه القاعة الكل كان بيبص على كيم اللي مسك بلطة وفضل يهدد فيهم انه هيقتلهم كلهم، لحد ما بيجي حارس الامن وبيحضنه، بعدها بيقتله. وبيتضح انه الاب اللي كان مشترك مع مراته اللي ماتت علشان يجيبوا حق بنتهم. ما بيتبقاش في الاخر غير انا وهي اللي بتفضل عايشة. ما بيقتلهاش الاب، وده لانها بتكون فيها شبه كتير من بنته. ولحد هنا بيخلص فيلمنا. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، ونشوفكم الملخص الجاي.